جبنا لكم اليوم كمان من فلسطين الداخل، من وين؟ من سخنين. من سخنين. بداية عرفنا عن نفسك. مرحبا للجميع، اسمي محمود غنايم، طالب في جامعة هانوفر، بدرس الماشين باو وهندسة الميكانيك في سمستر سابع، صار لي 4 سنين موجود في ألمانيا. ما شاء الله عليك. بداية احكي لنا عن تجربتك في ألمانيا، كيف كانت؟ طبعا أنا جيت على ألمانيا بدون أي كلمة لغة، درست اللغة في أول سنة وبعدين الجامعة، فكانت البداية كأنك تدرس اللغة بدون أي كلمة مش إشي كثير سهل، بالذات لأنه الشعب الألماني مش متعاون باللغة الإنجليزية. فأنا وصلت ألمانيا بدون أي كلمة، فكنت مجبور أتعلم اللغة بالذات الأساس من اللغة بأي سرعة، يعني بأكثر سرعة ممكنة عشان أقدر أوصل حاجتي، أتواصل مع الشعب الموجود غادي يعني. هاي نقطة كثير مهمة، يعني فلسطين الداخل بيجوا أيوة، بدون إنه شرط اللغة، يعني بيجي هنا يتعلم اللغة من الصفر. بدون أي شيء، تيجي لهون تحط إجرك تبلش لغة بدون ستودنت كوليج، بدون أي شيء. أي تقييدات. هاي كثير مهمة. طيب يعني أنت من وجهة نظرك إنه الأفضل ممكن الواحد إنه لو في البلد يتعلم شوية لغة. صحيح، يعني تعلم لك اينس اللي هو اول ليفل او اول ليفلين، لشوف حالك هل انت مناسب للغه، هل اللغه مناسبه لك، كيف ممكن تطور حالك باللغه، هل عن جد ممكن اللغه تاخذ منك سنه او اقل، ممكن اكثر برضه. تمام. طيب أنا شفتك مشارك في صنع سيارة صحيح. الفورمولا، صحيح. فهي شغلة كثير مهمة وصراحة ممكن كثير طلاب ما بيعرفوا عنها. صح. احكي لنا عنها، كيف الواحد ممكن يشارك خلال دراسته في صناعة سيارة فورمولا 1؟ طبعا الجامعه واي جامعه في المانيا بتوفر لك كثير اكتيفيتيز، نشاطات حد الاستوديوم حد الدراسي، فانت بتقدر تشتغل او هيفي اللي تقدم على الانستيتيوت اللي بيشتغل بالجامعه انه يا عمي انا بدي اشتغل معكم بما انك جبت علامه او الى اخره، او تروح للاشياء اللي هاي المجانيه اللي انت لا بيعطوكاش، بيدفعوا الكاش بس تتطوع، مثل هورس باور اللي هي فورمولا ستودنت، اللي من الصفر بدك تبني سياره من اي شيء، يعني معكاش اي شيء، بتبلش ترسمها، بعدين كيف السرعه لاي سرعه، قد اللايستونج، قد الباور اللي لازم يكون فيها، كيف مبنى السياره، الاير دايناميك والى اخره. يعني الواحد صدقا بيكتسب خبرة كبيرة. خبره كبيره كثير كثير. فهي نقطة كثير مهمة وأعتقد كثير طلاب ما بيعرفوا عنها. صحيح. طيب السؤال الجوهري، امم هل ألمانيا تستحق؟ تستحق، بس حط ببالك انه المانيا مش الاشي المثالي، لازم تتغلب فيها ولازم تسعى عشان تلاقي نتيجه، مش راح يجي شيء من الهواء. هي معلومة كثير قوية. صحيح. وصدقا يعني ما في شيء وردي، فيش شيء لازم الواحد يتعب مهم. ولازم الواحد يجتهد وما شاء الله عليكم، يعني أنا بارك صراحة الله فيك. بفتخر فيك والشباب كلها يعني، وشبابنا ملاح. شبابنا منيح. اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب. وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك آمين يا الله رب، فيك. فرصة سعيدة. الله يسعدك.